اليوم رح نعمل خبز بالبصل أو مطابق، أكلة أردنية رمثوية خرافية. أنا متأكدة إذا جربتوها رح تدمنوها. لتحضير الدجاج رح نحتاج ربع كيلو بصل، الملح والفلفل الأسود والبهارات، شوية زيت زيتون. بندعك البصل مع البهارات والدجاج كتير منيح، وبعدين بدخله الفرن على حرارة 250 مئوية مدة ساعة كاملة. وللعجينة 3 أكواب طحين، رشة ملح، معلقتين كبار سمسم محمص، ومعلقتين كبار حبة البركة، كوب مية دافية بنضيفها بالتدريج وبنعجنها مدة 10 دقايق. بندهنها بزيت الزيتون وبنخليها ترتاح ساعة. ولتحضير البصل نص كيلو بصل، نص كوب زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، كركم وكمون. بنقلبها على نار هادية ليستوي البصل ويدبل. بعد ما ارتاحت العجينة بقسمها ل3 كور، وبالصينية بحط شوية زيت وبعدين بفرد العجينة، بحشيها بالبصل بهاي الطريقة، وبعدين ببدأ أطبق العجينة وبين كل طبقة وطبقة بحشيها بصل. ممكن تنعموا البصل أكتر من هيك إذا حابين، بس هو رح يدوب على الخبز. بعد ما طبقت ال3 خبزات بخليهم يرتاحوا 10 دقايق، بعدين بفرد كل واحدة على صينية وبخبزها على حرارة 220 من 7 ل10 دقايق، بعدين بحمرها من الأعلى. بننزل عليها الدجاج من فوق، وبنحط كمان من بصل الدجاج، وبنزينها باللوز. ويا ريت بقدر أوصل لكم الريحة والطعم، عن جد بتشهي، لازم تجربوها.